غدا مباراة من أهم مباريات كرة القدم في الوطن العربي والديربي الأعلى في إفريقيا والوطن العربي. مباراة من العيار الثقيل، مباراة تحمل طابع خاص، وهي مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي تقام وللمرة الأولى في التاريخ خارج مصر، واللي هتكون في السعودية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول سريعا تشكيل النادي الأهلي المتوقع وبعدين ندخل في التحليل. النادي الأهلي: مصطفى شوبير لحراسة المرمى، ومحمد هاني ظهير أيمن، ومعلول ظهير أيسر. قلبي دفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة. خط الوسط: مروان عطية، وغالبا هيكون كوكا مش السولية. خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات، وأمامهم مهاجم صريح وبنسبة كبيرة هيكون موديست. المدير الفني لنادي الزمالك جوميز. لو بدأ بمحمد صبحي لحراسة المرمى هيسهل المباراة على الأهلي، لأن صبحي ما بيتعاملش مع التسديدات كويس. نقاط الضعف بالنسبة للزمالك: عنده المسلوسي هيلعب مدافع، وده طبعا مش مركزه. المسلوسي كلنا عارفين إنه باك يمين، على الرغم من أن المسلوسي في الفترة الأخيرة بيلعب سنتر باك، ولكن في المباريات اللي فاتت حاجة ومباراة نهائي الكاس حاجة تانية، وخصوصا لما يكون الخصم هو النادي الأهلي. وطبعا عندنا أصحاب القدم القوية في نص الملعب: إمام عاشور والسولية لو شارك، وكمان مروان عطية. دول نقطتين ضعف، لو استغلهم الأهلي هيفوز وهيسهل المباراة على نفسه. نيجي بقى لنقاط القوة بالنسبة للزمالك: عندهم 3 أسلحة فتاكة بيتمثلوا في زيزو وعبد الله السعيد وفتوح. رقم واحد هو زيزو، اللي مش هينفع نسيب له مساحات لأنه لاعب سريع ومراوغ كويس جدا ورجله عارفة طريق الجول. فأتمنى من مدافعين النادي الأهلي يتماسكوا ويكونوا متفاهمين وما يدوش لزيزو مساحة، وكمان نص الملعب ما يدلوش فرصة يروح 1 ضد 1 لأنه هيسبب خطورة على الأهلي. اللاعب رقم 2 هو عبد الله السعيد، اللي هو من وجهة نظري هيكون له دور في كل هجمة لنادي الزمالك. عبد الله السعيد بيعرف يلعب الطرفين، ولو ادينا له مساحة يستلم ويلف بأريحية. زيزو هيروح من ناحية اليمين وفتوح من ناحية الشمال، والاتنين أخطر ما يكون على النادي الأهلي، خصوصا ان عندنا رامي ربيعة مندفع وممكن يسبب في ركلة جزاء بعرقلة واحد منهم. وكمان الأخطاء على حدود المنطقة بيمتاز بيها عبد الله السعيد وبيعملها بشكل مثالي. ولما كان مع بيراميدز أحرز هدف من ضربة حرة في الزمالك. اللاعب رقم 3 هو فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، واللي على الرغم من هبوط مستواه في الفترة الأخيرة إلا إنه لاعب عنده خبرات دفاعية وهجومية، وإن كان الحتة الهجومية عنده أفضل من الدفاعية. فتوح مهم جدا لنادي الزمالك في مباراة زي دي، بيلعب ظهير أيسر، وكمان لو لزم الأمر بيلعب نص ملعب. فتوح بيجيد اللعب بقدميه الاتنين، وفي المراوغة كمان ممتاز، وشفناه في أفريقيا قبل الماضية، وتحديدا أمام منتخب المغرب. كل التوفيق للنادي الأهلي، وإن شاء الله تكون مباراة تليق بالكرة المصرية.